ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا حلو قوي، انا بحبه. بصوا انا عندي هنا البتنجان اللي هو الاسمر والابيض. انا دايما بحب يعني اشوحه بحبه زيت كده قبل ما احشيه. خلاص، كان عندي هنا خلطه محشي كانت موجوده عندي باقيه من المحشي اللي كنا عملناه مع بعض ورق العنب. فانا هحشيه ومش هعمل بقى معاه ولا فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه. انا كان عندي شوربه حطاها في الفريزر، يعني هسقيها بقى، هسقي المحشي بيه. وايه تاني هنعمل ايه تاني النهارده؟ مش عاوزه اطول الفيديو عليكم. مش هنكتر يعني، مش هنعمل حاجات كتير النهارده. خلاص، بس ما تنسوش اللايك للفيديو وكمان تعملوا شير، ولو مش مشتركين عايزه اتمنى تنوروني، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما قلت لكم انا مش بقليه، انا ما بقليش البتنجان، لا انا بشوحه بس، بديله تشويحه بسيطه بس كده. بيدي طعم حلو قوي لما تيجي تحشوه، غير لما بيكون ايه ناي. في ناس بيفرزوا، بتقليه نص قليه كده وبتفرزه ومن السنه للسنه، عشان اوقات كتير ما بيكونش موجود او بيبقى غالي. هو عموما يعني كل حاجه غاليه دلوقتي. زمان كنا بنفرز الحاجه وبنعينها في التوقيت اللي كانت فيها رخيص. دلوقتي اعتقد ان طول السنه كل الحاجه غاليه. بصوا انا هنا هحشيه واحط في الطواجن دي. خلاص، طلعت الاثنين دول واشوفهم هياخدوا ايه. يعني بمناسبه بقى ان هو الاكل مش معاه حاجه، فندلع احنا الاكل بقى وندخله الفرن ونخليه طعم وشكل افضل. بصوا احنا مش هنملاه قوي علشان الرز لما بيستوي ما يطلعش من البتنجان. تمام، يعني 3/4 بس كده يا دوب، اهي بالشكل ده. اللي مشهورين زينا بالاكله دي التركيين، عندهم المحشي البتنجان وورق العنب ده اساسي زينا كده. نحاول ان احنا ندخلها ببعضها كده، عشان ايه لما الرز يستوي ما تطلعش الرز ما يطلعش منها يعني. هكمل انا بقى واجيلكوا تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا كده خلصت اهو. تمام، بقى شويه لسه هم صغيرين، ممكن اطلع برام صغير احط فيهم يعني. وهنا بس يعني احنا عايزينه يكون سبايسي، هنقطع بس قرن الفلفل ده كده على الوش. تمام، رايكم حلو؟ شايفين الجمال ده؟ هنحط بقى الشوربه ونغطي عليه وندخله الفرن. قلت هوريهولكوا كده من قريب عشان يكون ايه واضح قدامكم. نجيب بس الشوربه بقى ونسقيه وندخله الفرن. بقى الشوربه اهي. طبعا مش هنمليه الاخر عشان ما يبقاش معجن. شفتوا بقى فوائد الشوربه اما تبقى في الفريزر بتنفع ازاي؟ هدخله الفرن يلا كده، وبعدين نروح ننشر غسيل ونرجع تاني.
خلصت الحبال عشان انشر بدل ما يكون عليها ترابط واستخدم بس. هاتها بقى، يلا هات البستكايه هنا عشان انشر. قبل المغرب كده بيبقى الهوا حلو قوي. بشتغلها بدل ما تقع. خلصنا نشير، نخش بقى نشوف اللي في الفرن يلا علشان نتغدى. تعالي يا مرني. ايه رايكم؟ تعالوا اتفضلوا معانا محشي بس من غير فراخ ولحمه. احنا عاملينه النهارده ارداحي. 3 دقايق بالظبط وهنخرجه بقى على الفرن. شايفين وشه اتحمر خالص ازاي؟ طلع لكم بس كده ايه بتنجانه، وكمان نطلع فلفلايه. عايزه اقول لكم الريحه خطيره بجد بجد والله. واستوى، بصوا استوى ايه وبقى تحفه. شايفين شايفين تحفه. تعالوا شوفوا من قريب. شايفين الجمال ده؟ الفلفل السبايسي اللي كنا حاطينه على الوش، وشه كمان اتحمر. بصوا شايفين مستوي ومفلفل وايه، يعني ريحته تجنن وطعمه اكيد حلو ان شاء الله. كده انا خلصت الوصفه بتاعتي النهارده، اتمنى تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم ايه. وان شاء الله اشوفكم بكره في فيديو جاي على خير. ما تنسوش اللايك. مع السلامه.